طبعا. يعني انا مش عارف والله. لا يعني هو انت مثال للمرأة فعلا، زي ما انت بتقولي مرأة حديدية. لا الحمد يعني لله. برضو احساس ان الواحد فقد حد عزيز عليه، وانت بالنسبة لك كنت بتقولي ان هو مش جوزك بس، هو جوزك وابوكي بالظبط. واخوكي بس هو وحبيبك، برضه ساب لها يعني بسم الله ما شاء الله شباب يعني وساب سيرة بذرته. طيبة، وساب الحمد سيرة وما شاء الله طيبة. الشباب يعني الحمد كبر، يعني لله. هو واعيين عامر وعارفين خدوا يعتبر منه اكيد. اشهر شهيد شرطه على مستوى جمهوريه مصر العربيه، وهو لعيب كوره. فعلاء مكمل مسيرته، لان علاء كورة. بيلعب في نادي الترسانه برضو كره قدم. هو مساك سيرد باك. فكان دايما يقول له الشهيد الله يرحمه، كان يقول له انا بشوف فيك طاهر ابو زيد المستقبل. كابتن طاهر ابو زيد كان صاحب عامر جدا، وعلاء طالع اشول ايد ورجل ما زي شاء زي الله. كابتن يا رب طاهر. نشوفه بقى محمد ربنا صلاح يخلي حضرتك. اللي جاي يا ان رب. شاء الله. طيب اروح نتمنى. لماما أميمة، وعايزه كلمه منك لكل ام دلوقتي بتتفرج علينا، كل ام شهيد فقدت ابنها او امراه فقدت زوجها، تقولي لها ايه؟ الأول بقول لها لكل أم شهيد وكل زوجة شهيد وكل عظيمة من عظمات مصر، كل سنة وانتم طيبين وبخير، ويا رب مطمنين على أولادكم كده. بالنسبة لأم الشهيد بقى وزوجة الشهيد، يعني إن لازم يبقى إن احنا نصبر ونحتسب ونقوم، لازم نبقى جامدين وأقوياء عشان الزوجة، عشان ولادها اللي طالعين طبعا. والأم عشان أحفادها برضو وولادها اللي هم أخوات الشهيد. لازم كلنا نبقى أقوياء ونقف عشان يعني نسند بلدنا. لازم كلنا واقفين ورا البلد لحد ما يعني تقف على رجليها. والحمد لله احنا ماشيين في الطريق الصح جدا، يعني الحمد لله التنمية في كل اتجاه في البلد، وربنا يكرمه سيادة الرئيس الحقيقة يعني واللي كل خلف ما ماتش يا الاتجاهات. حاجه برضه، اللي خلف ما طبعا ماتش طبعا يعني طبعا الاحفاد الامتداد والاولاد ربنا يجعلهم بيبقوا يعني اكيد بذره طبعا ابنائكم، اكيد فبتلاقي في صفات اكيد حاجات مشتركه، فاكيد برضه بتحسي ان روحه حواليكي يعني. فعلا فعلا. احنا احمد ابنه الكبير يعني يكاد يكون نسخه منه. طب ده في كل ده رحمه حاجة. من ربنا، فحاجه جميله يعني. رحمه من طبعا ربنا عليكم طبعا والله، على كل طبعا. امهات فاحنا بنحمد ربنا يعني ربنا يرحمه في الجنة ومكملين إن شاء الله. يعني وكل سنه ومكملين. وانتم طيبين. اخد ونورتونا. كلمه منك يا دكتور نجلاء، كلمه اخيره. طبعا بالنسبة لكل أم في مصر بقول لها سيادة الرئيس دايما بيكرم المرأة المصرية، وأكتر حد اداها حقها هو سيادة الرئيس. احنا عمل لنا عام كامل للمرأة. طبعا احنا دلوقتي بقينا قوة. طبعا. ايوه احنا خلاص نستخبى دلوقتي. طبعا يعني لما سيادة الرئيس يقف جنب المرأة المصرية في كل أحوالها، طبعا ده تكريم من سيادة الرئيس للمرأة المصرية طبعا عموما. فكل أم في الدنيا كلها كل سنة وانت طيبة. وأخص بالذكر طبعا أمهات الأبطال وزوجات الأبطال. فبقول لها كل أم شهيد، مفيش حاجة هتكسرنا. إن الفراق صعب بس احنا واقفين ومكملين، لأن هم سبقونا للجنة، فاحنا هندخل الجنة على ايديهم هم. وطبعا بقول لزوجات الشهداء اصحابي وحبيباتي طبعا من الشرطه ومن القوات المسلحه، عايزه اقول لكم ان ربنا خد مننا اعز ما كنا نملك، لكن احنا اتجمعنا كلنا على الخير، كلنا وجيعه واحده وكلنا الم واحد، بس احنا ستات قد التحدي. وان احنا مكملين المسيره. مفيش ارهاب كسر زوجة شهيد ولا أم شهيد، بالعكس احنا مكملين طبعا. وطبعا طول ما في سيادة الرئيس جنبنا، لأن سيادة الرئيس وجوده هو اللي أخرجنا من نفق مظلم كنا داخلين عليه حقيقة. فطبعا ربنا يكرمك يا سيادة الرئيس، واحنا معاك قلبا وقالبا. كل أم وكل زوجة وأبناء الشهداء هم أبنائك وأحفادك. فطبعا دمت لنا عزة وكرامة لمصر يا ابن مصر البار. وبجد انا مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده. احنا اتشرفنا بحضرتك ونشكرك ونشكر الحاجه وعلى ايمانكم وتحديكم للمواجع. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يجعلها دايما سنين سعاده قادمه.